طيب، أخذنا في الدرس الماضي عن البيع وتكلمنا عن حكم بيع المصحف. ما حكم بيع المصحف؟ ما حكم بيع المصحف؟ ارفع يدك. دائما الطريقة يا إخوة، طريقة الإجابة إذا أردت أن تجيب في الفقه ماذا تقول؟ أولا تقول المذهب، يعني المذهب الذي تدرسه، المذهب الذي تدرسه. هذه طريقة تأصيل طلاب العلم. تقول المذهب، يعني المذهب الذي درسناه. مذهب إن كان المذهب الذي درسناه وهو الذي ندرسه الآن الحنابلة، تقول مذهب الحنابلة كذا وكذا، ثم تقول ودليلهم كذا وكذا، ثم إذا كان القول الراجح هو المذهب تسكت. وإذا كان القول الراجح الذي تراه ويراه شيخك يخالف المذهب تقول والقول الراجح كذا وكذا. اتضحت الصورة الآن؟ نعم. إذن ما حكم بيع المصحف؟ أو تقول ما مشى عليه المؤلف كذا وكذا. على ما حكم بيع المصحف؟ من يجيب؟ لا أحد؟ خلاف بين العلماء على قولين. على الأصحاب لا يجوز، يقول جمهور العلماء يجوز. أي ما مشى عليه المؤلف أنه لا يجوز. ما الدليل؟ لماذا لا يجوز؟ ما الدليل؟ هو لا يمكن أن يقول هذا من عنده لا يجوز فقط، لا بد أن عنده دليل، إما من كتاب أو من سنة أو من قول صحابي. ها؟ كما قال ابن عمر. أحسنت. أن الأيدي تقطع ببيعه. أحسنت. وهل في المسألة قول آخر؟ نعم. يجوز بيعه وشراؤه. نعم، يجوز بيعه وشراؤه. وما الدليل؟ أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع، وما زال عمل المسلمين على ذلك، وما زال عمل المسلمين على ذلك من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر، ولعله من عهد الصحابة إلى وقتنا الحاضر. وأيضا قلنا إنه قد يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. وأما بالنسبة لأثر ابن عمر فماذا وجهناه؟ ماذا قلنا عن أثر ابن عمر؟ ماذا قلنا عن أثر ابن عمر؟ قلنا لعله في وقت كان الناس يحتاجون فيه إلى المصاحف، وكانوا يتشاحون في بيعه، ولهذا قال هذا. طيب، أين القارئ؟ أنا هو القارئ. يلا اقرأ. قال المؤلف ولا يصح بيع نقع البئر. لا، قبل. فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح، وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة، ولزم المشتري بعدمها ملكا ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر.
ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما نبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آخذه وأن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء ولا موصوب من غير واصل أو قادر على أخذه، وأن يكون معلوما برؤية أو صفة، فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين ولا مسك في فأرته ولا نوى في تمره وصوف على ظهر وفجل ونهر قبل قلعه. ولا يصح بيع الملامسة طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح. إذا باع الإنسان ملك غيره فإنه لا يجوز، وذلك لأنه لا يملكه. فمثلا عارف ومعه لقمان، فقال عارف: بعتك هذه السيارة السوداء. فقال لقمان: قبلت. فهل يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يملك ماذا؟ لا يملك السيارة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، وفي رواية: لا تبع ما ليس لك. كذلك أيضا لو كان عارف ومعه لقمان، فقال لقمان لعارف: إنني أحتاج ساعة، أريد أن أشتري ساعة. فقال عارف: عندي لك ساعة جميلة وصفتها كذا وكذا، هل عرفتها؟ قال: نعم. فقال: بكم؟ قال: ب100,000 ربية. فقال لقمان: اشتريتها منك. فقال: أعطني 100,000 ربية. فأخذ 100,000 ربية عارف، ثم ذهب واشترى الساعة من المحل الذي يبيع الساعات ب90,000 ربية، ثم أتى بالساعة وأعطاها إلى لقمان ووضع في جيبه كم؟ 10,000 ربية. هذا لا يجوز. أفهمتم المثال؟ المثال مرة ثانية. قال لقمان: أريد ساعة صفتها كذا وكذا. فقال عارف: بعتك ساعة، عندي هذه الساعة، وهو لا يملكها. فأخذ، قال: بكم؟ قال: ب100,000 ربية. أخذ 100,000 ووضعها عارف في جيبه وقال للقمان: أحضر لك الساعة غدا إن شاء الله. فذهب إلى السوق واشترى الساعة ب90,000 ربية، وأتى وأعطاها لعارف أعطاها لقمان، ووضع عارف في جيبه 10,000 ربية. فهذا لا يجوز، لأنه لا يملك الساعة عند العقد. عندما عقد العقد كان لا يملك الساعة.
إذن إذا باع ملك غيره فإنه لا يجوز. قال أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح. مثال ذلك قال لقمان، لا نريد غير لقمان وعارف، نريد شهر. أين شهر؟ لم يحضر شهر. شهر تعال هنا يا شهر. هذا شهر وهذا ما اسمه؟ ها؟ ابن فهم. ابن فهم تعال تعال ابن فهم. قال أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح. ابن فهم أتى إلى شهر وقال أنا أريد أن أسافر وهذه 100,000 ربية وديعة عندك، احفظها جزاك الله خيرا إلى أن أحضر من السفر، وسوف أحضر بعد 5 أيام وسوف آخذها منك. فأخذ شهر 100,000 لأجل أن يحفظها له. ثم إن شهر ذهب إلى بيته وهو في الطريق وجد في السوق ثوبا جميلا قيمته 100,000 ربية، ثمنه 100,000 ربية، فاشترى هذا الثوب 100,000 التي أعطاها إياه ابن فهم. فهذا لا يجوز، لأن المؤلف هنا قال أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح، لأنه لا يملك المال ولم يأذن له ابن فهم بهذا الشراء، ولهذا قال لم يصح. فهو لا يملك المال، وإنما المال لابن فهم. هذا هو المذهب. والصحيح في هذا، وهو القول الثاني في هذه المسألة، أنه إذا أجازه ابن فهم فإنه يجوز. لو أن شهر أتى لابن فهم بعد 5 أيام وقال انظر اشتريت لك 100,000 هذا الثوب الجميل، هل تريده؟ فقال نعم جزاك الله خيرا أريده، فأخذه. فنقول هنا يجوز. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة بن الجعد دينارا وأمره أن يشتري له أضحية شاة، فأخذ الدينار رضي الله عنه واشترى له بالدينار 2 فباع إحداهما بدينار، ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه 2 ودينار، فلم يخسر النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في ماله، فكان عروة لو أنه اشترى ترابا لربح فيه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا واحدا وأن يشتري له أضحية واحدة، فاشترى له أضحيتين وباع إحداهما بدينار، ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم ب2 ودينار.
فتصرف له تصرفا زائدا عما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإنه إذا قبل ذلك المالك فإنه يصح. قال: وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا. هذه صعبة قليلا، لكن نشرحها لكم من باب المشي على كلام المؤلف. قال: وإن اشترى له في ذمته. الآن المثال الأول هل فهمتموه؟ ابن فهم، مثالنا الأول ابن فهم أعطى شهر 100,000 ربية، فشهر اشترى ثوبا بهذه 100,000، ثم أتى لابن فهم وقال: اشتريت لك هذا الثوب الجميل. فقال ابن فهم: قبلت، فهذا جائز. لكن هنا قال: وإن اشتره. فالأول ماذا قال؟ قال يجوز أو لا يجوز؟ لم يصح، لم يجوز. أفهمتم المثال؟ لما اشترى ب100,000 أعطاه وديعة يعني يحفظها، واشترى له ب100,000 ثوب، ثم أتى له وقال: خذ هذا الثوب، قال: لا أقبل. واضح؟ واضح أو غير واضح؟ طيب، العكس قال: وإن اشترى له في ذمته، أي أن شهر لما مر بصاحب الثياب اشترى لابن فهم في ذمته وليس بالمال. قال: اشتريت هذا الثوب، ولم يقل عندما اشتراه إنني اشتريته لابن فهم. واضح؟ وإنما اشتراه ولم يقل إنه لابن فهم. ثم أتى إلى ابن فهم وقال له: قد اشتريت لك هذا الثوب. فقال ابن فهم: نعم، جزاك الله خيرا. هل يصح هذا؟ نعم يصح. الفرق بين المسألتين أن المسألة الأولى اشترى له بعين المال، بالمال الذي أعطاه لأجل أن يحفظه وديعة عنده. والمسألة الثانية اشترى له الثوب في ذمته، في ذمته، قال: اشتريت هذا الثوب، وليس بالمال الذي أعطاه إياه وديعة، وإنما في الذمة. وأيضا لم يقل عند العقد إنه لابن فهم، وأيضا لم يأذن له ابن فهم عند العقد. قال: صح له بالإجازة. إذن الصورة الأولى لا تجوز، والصورة الثانية جائزة. طيب، لو أن ابن فهم عندما أتى له شهر وقال: خذ هذا الثوب اشتريته، هل تريده؟ قال: لا أريده. نقول: ماذا يفعل شهر بهذا الثوب؟ ماذا يفعل به؟ ها؟ نعم، نقول يلزمه، بمعنى أنه لا يجوز له أن يرده إلى المحل، لأن البيع انتهى، إلا إذا وافق صاحب المحل، هذا شيء آخر. لكن البيع قد انتهى، إذا لم يوافق ابن فهم فإنه يلزم شهر. ولهذا قال: ولزم المشتري بعدمها ملكا. ثم قال رحمه الله: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق. قوله هنا مما فتح عنوة أي أنه فتح بالقوة والقهر، هذا معنى عنوة، فتح
بالقوة والقهر، ولم يفتح عن طريق الصلح، وإنما فتح عن طريق القوة والقهر. وقوله كأرض الشام، إذا قال الفقهاء الشام فإنهم يقصدون 4 دول: فلسطين وسوريا والأردن ولبنان. إذا قالوا بأرض الشام فإنهم يقصدون 4 دول: فلسطين وسوريا والأردن ولبنان. طيب، قال: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق. الأراضي التي فتحت عنوة يعني عن طريق القهر والغلبة والقوة وليست عن طريق الصلح، إذا بيع فيها المساكن لوحدها فإنه يصح، يعني البيوت لوحدها من دون الأراضي. وأما إذا بيع المسكن مع الأرض فإن البيع لا يصح. فمثلا هذا البيت بيت شهر، لو كان هذا البيت في أرض الشام التي فتحت عنوة، وأراد أبوه أن يبيع بيته من دون الأرض، قالوا يصح. وأما إذا أراد أن يبيع الدار مع الأرض فإنه لا يصح. لماذا؟ لأن الأرض في الشام لا تملك، لأن عمر رضي الله عنه أوقفها، فهي قد فتحت عنوة. هذا معنى. ولهذا قال: ولا يباع غير المساكن، أي أن الذي يباع المساكن فقط، وأما الأراضي فإنها لا تباع، لأن عمر رضي الله عنه وقفها وضرب عليها خراجا كالأجرة يؤخذ منها في كل سنة. طيب، ثم قال: بل تؤجر، أي أنه إذا كانت الأراضي لا تباع فماذا يفعل فيها؟ تؤجر. كل سنة يؤخذ من المستأجر مبلغا من المال. إذن يجوز تأجيرها ولا يجوز بيعها. هذا هو المذهب. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز بيعها ويجوز تأجيرها، وسواء كانت المساكن أو الأراضي أو المساكن مع الأراضي، المهم أنه يجوز بيعها وتأجيرها، وهذا هو الذي عليه العمل في وقتنا الحاضر. هذا هو الذي عليه العمل في وقتنا الحاضر، أنه يجوز بيعها ويجوز تأجيرها. طيب، بالنسبة لبيوت مكة الآن فيها بيوت، ما حكم بيع بيوتها؟ بيوت مكة المذهب أنه لا يجوز بيعها ولا أيضا يجوز تأجيرها. إذن هي أضيق في الحكم من الشام. بيوت مكة على المذهب لا يجوز بيعها ولا يجوز تأجيرها. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها. رباع مكة، ورباع يعني المنزل أو الدار الذي يستوطنه الإنسان. رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها. وهذا القول هو ما عليه جمهور العلماء من الأحناف والمالكية والحنابلة، أي أنه لا يجوز بيعها ولا يجوز إجارتها.
ومثل ذلك أراضي منى ومزدلفة، فهي مشاعر لا يجوز بيعها ولا إجارتها. فإن قال قائل: أنا لا أستطيع في وقتنا الحاضر إلا أن أشتري أو أستأجر، نقول: إذا كنت لا تستطيع إلا بهذا الطريق فاشتري أو استأجر، والإثم على المؤجر والإثم على البائع. إذن هي كالمساجد. هذا هو ما عليه جمهور العلماء. والقول الثاني في هذه المسألة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، أنه يجوز بيعها ويجوز إجارتها، وهذا القول هو الذي عليه العمل في وقتنا الحاضر، أنه يجوز بيعها ويجوز إجارتها. واستدلوا على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له في عام الفتح لما فتح مكة: أتنزل غدا في دارك بمكة، يعني إذا دخلت مكة، قال عليه الصلاة والسلام: وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباع؟ الشاهد من هذا أن عقيلا تصرف بالبيوت عن طريق البيع، وعقيل هذا هو الذي ورث أبا طالب. إذن الشاهد أنه تصرف بها عن طريق البيع، فهذا يدل على أنه يجوز بيعها ويجوز إجارتها، وهو ما عليه العمل في وقتنا الحاضر. وقوله هنا: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة، يؤخذ من هذا أن ما فتح صلحا وليس عنوة يجوز بيعه ويجوز إجارته. ثم قال رحمه الله: ولا يصح بيع نقع البئر. نقع البئر، ما هو نقع البئر؟ نقع البئر هو ماء البئر الذي ينبع من الأرض. نقع البئر هو ماء البئر الذي ينبع من الأرض. فماء البئر الذي ينبع من الأرض، قال المؤلف: ولا يصح بيع نقع البئر. الماء إذا خرج من الأرض فلا يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه لا يملك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، أي أنهم يشتركون في ثلاث: في الماء وهذا واضح، وفي الكلأ وهو العشب وهو واضح، وفي النار. وعلى هذا فإذا خرج الماء وهو ماء البئر فلا يجوز بيعه. ولأن هذا الماء أيضا هو خرج بقدرة الله تعالى وليس بقدرة الإنسان، فالناس يشتركون به، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. إذن هذا هو كلام المؤلف رحمه الله. لكن انتبه، إذا ملكه الإنسان وحازه فيجوز له أن يبيعه. فلو أنه رأى ماء في البئر فأخذ القارورة ووضع الماء في القارورة، ثم ذهب وأراد أن يبيع الماء الذي في القارورة فإنه يجوز، لكن الماء الذي في الأرض لا يجوز له أن يبيعه لأن الناس يشتركون فيه. ثم قال: ولا ما نبت في أرضه من كلأ وشوك. الكلأ هو العشب، والشوك المقصود به الشجر. فها الأعشاب والأشجار التي نبتت بفعل الآدمي، التي نبتت بفعل الله عز وجل، أي أن الآدمي
لم يغرسها ولم يزرعها، وإنما نبتت بفعل الله عز وجل، فهذه أيضا لا يجوز بيعها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. وعلى هذا فما نبت في الأرض من الكلأ والشجر الذي هو بفعل الله عز وجل فلا يجوز بيعه. لكن انتبه، ما غرسه الإنسان أو زرعه الإنسان هذا يجوز بيعه إذا ملكه يجوز أن يبيعه. إذن هناك فرق. نقول ما نبت بفعل الله عز وجل، أي أن الله عز وجل أنبته والآدمي لم يفعل شيئا، فهذا لا يجوز بيعه، لأن الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. وأما ما غرسه الإنسان أو زرعه أو أنبته فهذا يجوز بيعه إذا ملكه. ثم قال: ويملكه آخذه. فلو أن رجلا جاء إلى بستان، وهذا البستان فيه شجر وقد نبتت بفعل الله عز وجل، والذي يملك الأرض لم يفعل فيها شيئا، ونزل المطر ونبتت الأرض، فجاء هذا الرجل وأخذ هذه النباتات الموجودة وباعها، فعلى المذهب يجوز، لأن الناس شركاء في ثلاث، وهذه الأشجار لم يغرسها صاحب الأرض أو زرعها، وإنما نبتت بفعل الله. فإن قال قائل: قد يقول صاحب الأرض: إنك اعتديت على أرضي. نقول: إذا قال هذا الرجل قد أخطأ في اعتدائه، لكن بالنسبة للشجر هم شركاء في الأشجار، فإن كنت لا تريد أن يدخل هذا اجعل سورا أو شبكا أو ما أشبه ذلك على أرضك لأجل ألا يدخلها أحد. ثم قال: وأن يكون مقدورا على تسليمه. هذا هو الشرط كم؟ أحسنت، الخامس. الشرط الأول ما هو؟ التراضي. الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، أن يكون العاقد جائز التصرف. الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. الرابع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. والخامس أن يكون مقدورا على تسليمه. هذا هو الشرط الخامس، أي أن المعقود عليه يكون مقدورا على تسليمه من ثمن ومثمن، فإن كان لا يستطيع أن يسلمه فلا يجوز. والدليل على ذلك أولا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والذي يبيع شيئا لا يستطيع أن يسلمه هذا من الميسر، فالذي لا يقدر على تسليمه يدخل في الميسر. فمثلا لو قلت لك أو ابن فهم، تسمعني؟ ابن فهم، أعطنا شيئا. شهر، أعطني قلمك.
أعطني قلمك. نفرض أنني أخذت هذا القلم، اغتصبته من شهر، ضربته وأخذت منه هذا القلم، اغتصبته منه. فقال شهر لابن فهم، قال شهر لابن فهم، قال: بعتك قلمي المسروق المغصوب، بعتك قلمي المغصوب. فقال ابن فهم: اشتريت وقبلت. بكم؟ هو بكم يباع هذا؟ ها؟ ب2000. فقال ابن فهم: قبلت. هل يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن شهر لا يستطيع أن يسلم القلم إلى ابن فهم، ولهذا قال: وأن يكون مقدورا على تسليمه، أن يكون مقدورا على تسليمه. فإن كان لا يقدر على تسليمه فلا يجوز، لأنه من الميسر. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وأيضا هو يدخل في الغرر. وما معنى الغرر؟ الغرر هو الذي لا يقدر على تسليمه، لا يقدر على تسليمه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. والحقيقة أيضا أن شهر قد يقول: بعت عليك هذا القلم المغصوب المسروق ب500 ربية. فيفرح ابن فهم، قال: قلم ب500 ربية، هذا في السوق ب2000 ربية، فب500 ربية اشتريت. فابن فهم إذا حصل هذا القلم مني فهو غانم وفائز، لأنه حصل ما يساوي ب2000 ربية ب500. وإن لم يحصل هذا القلم فهو غارم وخاسر، ذهبت عنه 500 ولم يستفد شيئا، وهذا غرر، وهذا غرر. إذن نقول: الذي لا يقدر على تسليمه لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه من الميسر ومن الغرر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. ثم قال: فلا يصح بيع آبق وشارد. الآبق، ما هو الآبق؟ الآبق هو العبد الهارب. لو أن شهر عنده عبد وأراد أن يبيعه ولكنه هرب، فوجد ابن فهم وقال له: يا ابن فهم، بعتك عبدي الهارب. هل يجوز؟ لا يجوز، لأنه لا يقدر على تسليمه، وإذا كان لا يقدر على تسليمه فهذا من الميسر. أفهمتم؟ كذلك أيضا قال: وشارد. عندك جمل، تعرفون الجمل البعير؟ لو كان عندك بعير وهذا البعير شرد، هرب، ثم
أردت أن تبيعه، جئت لشخص وقلت له بعتك جملي الشارد الهارب، هل يجوز؟ لا يجوز، لأنه لا يقدر على تسليمه. قال وطير في هواء، كذلك الطير في الهواء. أبو ذر عنده في بيته طيور حمام تذهب صباحا وترجع مساء. نعم. فرأى ابن أبو ذر، رأى من؟ هادي، فيمشي هو وهادي، فأبو ذر رأى طيره في الهواء، فقال لهادي ترى هذا الطير؟ فقال هادي نعم، فقال بعته عليك. فقال هادي اشتريته بكم؟ ب100,000 ربية. قال اشتريته. طيب هذا الطير في الهواء كيف؟ قال هو طيري، أنا أعرف أنه سيعود إلى بيتي، أعرف. يقول لا يجوز. لماذا؟ لأنه هل يقدر على تسليمه الآن؟ يقدر؟ لا. ولهذا قال وطير في هواء، فهذا البيع لا يصح لأنه ميسر وغرر. قال وسمك في ماء، جاء أبو ذر يمشي هو وهادي عند نهر، فقال أبو ذر لهادي بعتك هذه السمكة التي تسبح في الماء، فقال اشتريت. نقول لا يجوز، لأنه لا يقدر على تسليمها، لا يقدر على تسليمها. ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه. شهر أنا قبل قليل أخذت منه هذا القلم، اغتصبته منه، فهمتم؟ المؤلف يقول هنا ولا مغصوب من غير غاصبه، أي أن شهر لا يجوز أن يبيع القلم على غير الغاصب. فلو أن شهر أراد أن يبيع هذا القلم على ابن فهم قلنا لا يجوز، لأنه لا يقدر على تسليمه. لكن لو أن شهر قال لي أنا الذي اغتصبت القلم، قال بعت عليك هذا القلم الذي اغتصبته، فقلت قبلت، فإنه يجوز. هنا يجوز. لماذا؟ لأن شهر في هذه الحالة قادر على تسليمه، فهو أصلا عندي ومعي. اتضحت الصورة؟ كذلك أو قادر على أخذه. لو أن شهر ذهب إلى أبي، وأبي ميت رحمه الله في القبر، لكن قبل أن يموت ذهب إليه وقال إن ابنك أخذ مني القلم، هل تشتريه مني؟ فقال نعم أشتريه منك، وأنا أقدر على أخذه من ابني. فهنا على كلام المؤلف يجوز، وذلك لأن الغاصب قد استلم القلم. طيب نقف على الشرط السادس. يبقى لنا كم شرط من شروط البيع؟ يبقى شرطان. نعم. الله أعلم. في سؤال؟ طيب امسك يا أحد عنده سؤال؟ نعم. من الحديث المسلمون أو الناس مشاركون في ثلاثة: شريت أرضا وفيه أشجار وأعشاب ولست زارعا، كيف إذا أبيع هذه الأرض ولست تملكها تحشها، فإذا ملكتها بيعها، أما أن تبيعها وهي في الأرض فلا. ثم ثاني، الآن عندنا إلا إذا نبتت بفعلك أنت،
الحدائق الحيوان كثير الآن في بقية موجود. هل إذا دخلنا في تلك الحدائق حيوان هذا هناك شجر كثير جدا والثمار موجود كثيرة جدا، هل نقول مباشرة هكذا؟ هل الحكومة تمنع من هذا؟ إذا كانت الحكومة لا تمنع من هذا لأجل التنظيم، إذا كانت تمنع لأجل التنظيم وأجل كذا فامتنع، أما إذا كانت لا تمنع فالناس شركاء فيها. فهمت؟ لكن بمعنى حرام ماذا؟ شبهات؟ لا، إذا كانت تمنع فلا، أي نعم، فلا تأخذ من أجل التنظيم، وهذا من الاعتداء، قد يكون فيه ضرر على جميع الناس، وهم منعوا هذا في ضرر على جميع الناس. أما إذا كانت لا تمنع، عندنا مثلا في السعودية مثلا ثمار موجودة على الشوارع، من أراد أن يأخذ لجميع الناس. فهمت؟